بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم في قناة انجول. في الفيديو ده هنتكلم عن الصفقات الهجومية للنادي الأهلي. هنتكلم عن 2 لعيبة أجانب على رادار الفريق، منهم لاعب أوروبي، وهركز على نقاط مهمة جدا بخصوص الميركاتو الشتوي للقلعة الحمراء. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. بداية كده يا شباب، أنا عاوز أقول لك إن إدارة النادي الأهلي بتخطط للتعاقد مع 2 مهاجمين في الانتقالات الشتوية، مهاجم مصري وآخر أجنبي، ومن الممكن ضم مهاجم أجنبي تحت السن، لأن احنا عارفين الأهلي يقدر يتعاقد مع 3 لعيبة أجانب تحت السن وفقا للائحة. عندنا محمد الضو كريستو، بيتبقى مكانين ل2 لعيبة أجانب. طيب، في اتجاه قوي داخل إدارة النادي الأهلي لرحيل أنطونيو موديست في شهر يناير، وبالتالي الأهلي يقدر يضم مهاجم أجنبي سوبر فوق السن. اتكلمنا قبل كده عن محمد كوناتي النجم البوركيني، والنهاردة هنتكلم عن جوناثان سواه النجم الغاني. سواه عنده 24 سنة، مركزه مهاجم صريح سنتر فيرود، بيلعب لفريق ميدياما الغاني، جنسيته غاني، طوله 180 سنتي، والقيمة التسويقية 175 ألف يورو. أرقام جوناثان خلال مشواره الكروي: لاعب 33 لقاء، سجل 18 هدف وصنع هدف. اللاعب ده مستواه تطور جدا الفترة السابقة، بدليل انه انضم الى منتخب غانا الاول، شارك معاهم مباراة وتسبب في تسجيل هدف، يعتبر صنع هدف دوليا مع منتخب غانا. ايضا هو قاد فريق ميدياما لتحقيق الدوري الغاني، شفناه كلنا امام النادي الاهلي في مواجهة الاهلي وميدياما. على فكرة النادي الاهلي مهتم جدا بالتعاقد مع جوناثان في الانتقالات الشتوية، وحاليا كولر ومحللي اداء الفريق بيتابعوا اللاعب بشكل مفصل. يعني انا عاوز اقول لك ان جوناثان تلقى 3 عروض مصرية من الدوري المحلي، منهم عرض كبير من النادي الاهلي، واللاعب بيفضل انه ينتقل الى القلعة الحمراء، لان الاهلي طبعا اكبر فريق عربي افريقي. النادي الاهلي اكبر نادي داخل القارة الافريقية. لما نتكلم عن امكانيات جوناثان سواه، مهاجم سوبر، دبابة، مرعب في الخط الامامي، بيعرف يعمل كل حاجة على المستوى الفردي والجماعي، بيسجل اهداف من طرق مختلفة، لاعب هيدر، شويت، فينيشر، بيعرف يخلص قدام الجول، وده المطلوب. اهم حاجة المهاجم القادم بالنسبة للنادي الاهلي يكون ايجابي وهداف وفعال، لان فعلا احنا زهقنا من المهاجمين الكسر. هتقول لي موديست، ايوه موديست جاي يشطب كورة في النادي الاهلي واتصاب دلوقتي، عنده اصابة ممكن يغيب شهر ولا حاجة. فالاهلي محتاج مهاجم سوبر في اسرع وقت في الانتقالات الشتوية. الفترة الحالية طبعا فترة الترشيحات، الإدارة، شركة الكورة، اللجنة الفنية مع الجهاز الفني بيدرسوا جميع سيفيهات اللاعبين المرشحين. وانا دايما بقول لك اخر اخبار الميركاتو، تابع معايا اول باول وان شاء الله خير. يعني ان شاء الله الاهلي يتعاقد مع مهاجم سوبر بعد كل اللعيبه دي. هتقول لي يا عم ده الاهلي كده هيضم 100 مهاجم، لا اكيد مش كل دول. يعني الاهلي بامر الله يتعاقد مع مهاجم اجنبي ومهاجم محلي، وممكن لاعب تحت السن في الخط الامامي. هنتقل دلوقتي الى اللاعب الثاني بقى اللي على رادار النادي الاهلي، اللاعب الاوروبي، هو باولو اجوستينهو. باولو عنده 21 سنة، جنسيته برتغالي، طوله 189 سنتي، حاليا اللاعب حر بدون فريق. في سنة 2018 باولو بدأ حياته الكروية الاحترافية مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، ثم انضم إلى نادي باناثينكوس اليوناني، ودلوقتي هو لاعب حر فري. وكيله عرضوا على إدارة النادي الأهلي من أجل الانضمام للفريق في شهر يناير كصفقة تحت السن. وزي ما قلت لك حاليا إدارة النادي الأهلي مع الجهاز الفني بيدرسوا سيفيهات جميع اللاعبين المرشحين، ممكن جدا نشوفه في القلعة الحمراء، وخاصة ان الأهلي يقدر يضمه بشكل مجاني. أرقام باولو خلال مشواره الكروي: هو لعب 34 مباراة وسجل 4 أهداف. على فكرة لاعب جيد جدا على المستوى الفني والبدني، بيعرف يسجل أهداف، مؤثر في الخط الأمامي، صغير في السن، عنده 21 سنة، يعتبر واعد مستقبل. الأهلي ممكن يستغله، مثلا لاعب مشروع ممكن يبيعه فيما بعد،
ولكن زي ما قلت لك كده وكيل باولو عرضه على إدارة القلعة الحمراء. أما عن المهاجم المحلي المرشح بقوة للنادي الأهلي هو أحمد أمين أوفا. النادي الأهلي حصل على موافقة أوفا بشكل نهائي، بيتبقى إنهاء التفاصيل المادية مع إدارة نادي إنبي. وخلي بالك رئيس إنبي مش سهل، يعني بيطلب مبالغ كبيرة، بيطلب أرقام ضخمة. دلوقتي النادي الأهلي بيحاول معاه استخدام التبادل مع مقابل مادي من أجل ضم أحمد أمين أوفا اللي يعتبر هو أفضل مهاجم محلي داخل الدوري المصري. كل ده من أجل تدعيم خط الهجوم. صلاح محسن ممكن جدا يمشي، خالد عبد الفتاح نفس الكلام، أنتوني موديست اقترب جدا من الرحيل وفسخ التعاقد معاه لان اللاعب غير مؤثر وغير مفيد. لو الاهلي تعاقد مع جوناثان الغاني ده افضل منه بكتير. لو الاهلي تعاقد مع اللاعب باولو جوستينهو اللاعب البرتغالي هيأدي احسن من انتوني موديست. اهم حاجه المصلحه العامه للقلعه الحمراء، المصلحه العامه للنادي الاهلي، والاهلي فعلا في حاجه شديده الى مهاجم اجنبي. وزي ما قلت لك كده ممكن جدا النادي الاهلي يتعاقد مع 3 مهاجمين، لاعب اجنبي فوق السن مهاجم سوبر، ومهاجم محلي اللي هو الاقرب احمد امين اوفا، ومهاجم اجنبي تحت السن. واتكلمنا النهارده عن باولو جوستينهو اللاعب البرتغالي الاوروبي. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. شكرا ليكم، السلام عليكم.